دي أنا سلمى، وده جدو، ودول بابا وماما مسافرين يشتغلوا برا من زمان قوي. وأنا عايشة مع جدو وكل حاجة كانت ماشية تمام ومبسوطين قوي مع بعض لحد يوم تخرجي. كل حاجة اتحولت جوايا كأني كبرت يجي 10 سنين قدام. تعالوا أحكي لكم حكايتي. وأخيرا اتخرجت وخلاص هحقق كل أحلامي. من بكرة هنزل أدور على شغل. عدى دلوقتي يجي 6 شهور من ساعة ما اتخرجت، وادي الشركة يمكن رقم 20 اللي هروحها النهاردة، ويمكن برضو ما تقبلش، بس تمام، أنا لسه برضو ما يقستش. وادي ال6 شهور بقوا سنة كمان ولسه برضو مش لاقية شغل. ابتديت أفقد الأمل وأحس إن المشكلة فيا أو في المكان. حاسة إني عايزة أمشي من هنا. يا جدو حاول تفهمني، الدنيا ما طلعتش وردي زي ما أنا لا كنت يا فاكرة. بنتي، انا ما بقولش انها وردي، بس برضو مش سودة قوي كده. يا حبيبتي، موضوع الشغل ده محتاج شوية صبر، وتبقي واثقة في ربنا انه دايما جنبك. بما انك يا ملك اقرب صاحبه ليا وانت يا جدو اهم حد في حياتي، انا حابه اقول لكم ان انا قررت اسافر لبابا وماما. انا حابه ادور على شغل هناك. ساكت ليه يا جدو؟ اقول ايه؟ اقول اني ضيعت عمري كله وانا بربيكي، مرتدش انك تسافري مع ابوكي وامك علشان ما تتبهدليش في الغربة من وانت صغيرة. يا جدو والله انا كذلك مقدره كل ده. عمري ما حسستك بغيابه يا جدو او اسمعني بنقص طيب. في اي حاجة. دايما كنت جنبك، في الاخر هي دي شكرا. ماشي يا ست، عفوا. يا جدو طب استنى يا جدو، استنى هنتكلم اعملي بس اللي انت معاها. عايزاه. من اليوم ده تقريبا وأنا وجدو ما تكلمناش كلمتين مع بعض، بس اللي حصل بعد كده خلاني غيرت كل تفكيري وعدت كل حساباتي. لا 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 لا، ليه بس كده؟ ما حصلش حاجه يا جدو، تمام، انا هلمهم. معلش يا بنتي. يا جدو الدنيا اتبهدلت. ياه، أنا ازاي كنت أنانية كده ومش شايفة إن جدو كبر قوي وبقى محتاجني؟ ازاي كنت ممكن أمشي وأسيب أكتر بني آدم عمره ما سابني؟ أنا لسه فاكرة كل حاجة حلوة يا جدو عملتها عشاني، وما نسيتش أي حاجة، ومستحيل أسيبك وأمشي. أنا مش همشي يا جدو، مش همشي. صباح الخير يا احلى جدو. انا عارفه انك واخد على خاطرك مني، بس انا جايه اقولك اني خلاص مش هسافر مع بابا وماما. ايوه هفضل ليه؟ قاعده معاك يا جدو. اصلا امك اكلها ما يتاكلش. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. وهي دي كانت حكايتي. خلاص اسيبكم انا دلوقتي، مش عاوزه اتاخر، النهارده اول يوم شغل ولسه هنزل افطر مع جدو.